مقارنة بديعة بين نبيين، موسى ويوسف عليهم وعلى نبينا السلام. كليهما كان في مصر وكليهما كان مفقود وكليهما ألقي، أحدهم في اليم والآخر في الجب. يوسف عليه السلام ألقي على يد مبغضيه فالقوه في غيابة الجب يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وموسى عليه السلام ألقي على يد أمه بأمر ربها فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن لردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من حزن على يوسف يعقوب وابيضت عينيه من الحزن وهو كظيم، ومن حزنت على موسى أمه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. من طلب البحث عن يوسف يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ومن طلبت البحث عن موسى أمه وقالت لأخته قصي. صاحبة القصر الذي نشأ فيه موسى هي من طلبت أن يتربى موسى في قصرها، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وصاحب القصر الذي نشأ فيه يوسف هو من طلب أن يتربى يوسف في قصره، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. القرآن الكريم حدثنا عن أب يوسف عليه السلام ولم يحدثنا عن أمه، وحدثنا عن أم موسى ولم يحدثنا عن أبوه. بداية الفرج ليوسف عليه السلام إني لأجد ريح يوسف، وبداية الفرج لموسى وحرمنا عليه المراضع. أصحاب القصر الذي نشأ بينهم موسى عندما كبر أتعبوه وأرهقوه وعذبوه وخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. وأصحاب القصر الذي نشأ بينهم يوسف عندما كبر أحبوه وقربوه وقال الملك ائتني به أستخلصه لنفسي. الصيغة الخاصة في القرآن الكريم بنبي الله موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والصيغة الخاصة بنبي الله يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.